حياكم الله واهلا وسهلا بكم. اليوم الموضوع اللي عندنا هو هذا الكارت اللي موجود بداخل ماكينة اللحام الهونداي. إذا نلاحظ هذا الكارت، هنا عندنا المشتتات الحرارية. هذا النوع الثالث. أكثر الأعطال اللي تصير بالكارت والأكثر ماكينات لحام تتعرض للتلف واحتراق البوردة هي ماكينة اللحام الهونداي اللي تصير قوتها 950 أو 900، لكن الرقم اللي موجود أو القوة بالتقسيم 900 رقم مو حقيقي بالماكينة اللحام الهونداي. هاي الطريقة اللي يرفع قوة اللحام، هذا الكارت. الأعطال اللي يصير بهاي البوردة، أكثر الأعطال تجي بهاي البوردة. لا أقرب عليها، تلف هاي البوردة. إذا نلاحظها. العطل الثاني يكون بالمكثفات الرئيسية. إذا كان بالمكثفات تبديل بسيط جدا من اللحام، وترفع المكثفات اثنينهن وتستبدلهن نفس الرقم اللي موجود على المكثف. إذا نلاحظ 470 UF 400 فولت. 470 مايكروفاراد والفولتية 400. عندنا هنا المدخل، هذا المدخل الرئيسي. هنا هذا عندنا السالب والموجب، وعندنا مكان الفيش التقسيم، وعندنا الأطراف للحام السالبة والموجبة. هذا طرف وهذا الطرف الثاني. هاي الأقطاب اللي مسؤولة عن المخارج اللحام، الأقطاب الخارجية اللي تكون بهذا الطرف وهذا الطرف الثاني. وهاي الأقطاب السالبة والموجبة المختصة باليد القبضة اللحام، العود للإرث البارد والحار. الكارت شلون تقدر تستفاد من عنده؟ إذا كان هذا الكارت هذا تالف عندك، تقدر تاخذ القطع الغيار الثانية تستفاد منها بأمور أخرى. عندك المكثفات والمشتتات الحرارية، وعندك هنا المكثفات السيراميك، وهذا الملف الصغير المفيد جدا. وشكرا لكم.